السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاركوا هذا المنشور ليوصل لأكبر عدد ممكن. أجا واحد يتفلسف، شوفوا الإنتاج الوطني ما بش بعده. أجا واحد بيتفلسف ماسك عصير ليدر وعصير الربيع، بيقول لك هذا عصير الربيع بيحملوه من الحديدة المانجو، وبتمشي من اليمن إلى السعودية 2000 كيلو، ويدفع ضريبة ويدفع جمارك ويدفع كلام كله كذب. أقسم بالله ما بش فيه أي نوع من أنواع الصحة. أنت لو ما تجي تبحث على موارد عصير الربيع أو المانجو الذي بيستوردها عصير الربيع، بتطلع من الهند والبرازيل ودولة أخرى نسيت اسمها، بيستوردهن خام. ما بيستوردش مانجو من اليمن طازج ويعملها طازج، ما بالله خام. نفس المانجو الذي عندنا بتجي من الهند. الفرق بين عصير الربيع وليدر عدة فروق، لو ما تقول ليش هذاك سعره 200 وهذاك سعره 200. الربيع أولا 185 ملي، تمام، هذا الحجم. ليدر 200 ملي. ثاني شيء المانجا حق عصير الربيع خام ومستورد، معصور جاهز خام من داخل الهند والبرازيل وغيرها، والعمال هنود والشركة سعودية، تمام. ليدر بيجي المانجو من الشجرة طوال إلى المصنع، من الشجرة للمصنع، ما عبش لا خام ولا غير خام. ثاني شيء العمال اليمنيين، احنا بحاجة هذه المشاريع الذي بتشغل الناس. اليمني من زمان الان بيعانوا الناس، بيشكوا ما بش رواتب، ما بش، حتى الذي كان معاه راتب ودرجة وظيفية كان بيبصر له جنب الراتب عمل حر، يا تاكسي يا بقالة، يا العمل الحر ضروري، يا مصنع يا شركة. لو ما تجي شركة مثل هذه بتشغل ايدي عاملة، وجب علينا ان احنا ندعمها، مش نقوم نستنقص ونسترخص من قيمة الموارد الطبيعية اليمنية أو المنتج المحلي اليمني. لو ما جاء هذا يتفلسف ويدي لك قصة من مخض الخيال، والقاطرات تمشي وتعبي من الحديدة وتمشي لمن الحدود، وبعدين من الحدود تدفع ضرائب ولمن المصنع، كذب وندب. ما بش أي شيء يثبت أن شركة الربيع بتستورد المانجو من اليمن. هذا أول شيء. ثاني شيء يا جماعة الخير في هذا الموضوع، المانجو أو فاكهة اليمن، الله قال ها بلدة طيبة ورب غفور. الأرض نفسها طيبة، أقسم بالله إن جميع فواكه اليمن، تفاح، الكيوي زرعوه باليمن، الفراولة بمصر ما كانش لها طعم، والله كنت أطعمها ماتخ. ومرة جبت معي 2 كراتين من مصر لليمن، كان طعمها ماتخ. الفراولة ادوها من اليمن، زرعوها من مصر وزرعوها باليمن، شوف على طعم طلع فوقها. يعني والله غير المصري ب1000 درجة. أي شيء يزرع في اليمن والله لا طعم ثاني. وهذا الشيء ما بيعرفه إلا الناس الذي خرجوا من اليمن، الذي خرجوا من اليمن وطعموا فواكه مصر، فواكه السعودية، فواكه الأردن، فواكه لبنان، فواكه الهند. فواكهها بالنسبة ما لها شيء. لكن المانجو اليمني والله رغم أن الهند بلد المانجو، إن المانجو اليمني حاجة ثانية روعة. لذلك يا حبيبي المفروض انك تدعم منتج وطنك، تمام، وتبطل الكذب والتدليس. او اذا بتحتاج او تنتقد، انتقد برجاله بدون كذب، انتقد برجاله، ادي عيوب برجاله. اما انك تكذب انهم يحملون المانجا من اليمن، لا لا، مصنع الربيع انا اتحداك تثبت هذا الشيء، وان ثبت هذا الشيء لك $1000 مني، لانك كذاب. ويا جماعة الخير المانجا الطبيعي احلى من المخزن او الخام. الله اعلم ايش من مواد بيفعلوا لها، من مواد حافظة، الله اعلم كيف بيسبروها، كيف يجهزوها، وبنفس الوقت ما بيش لها طعم نفس الطازج. بيزيدوا لها حامض ستريك، بيزيدوا لها مواد، بيزيدوا لها مدري ايش، ولو ما يصنعها من جديد ويخرجها لها وسط العلب بيضيفوا لها مواد ثانية، وهات لك يا مواد. لكن المانجا اليمني مصنع ليدر طبيعي من الشجرة طوالي للمستهلك. هذا مش اعلان، ولا انا بين افعال اعلان ل... ل... لشركة ليدر، هذه شركة العصيرات للمنتج المحلي، وانما هذا واجب علي وواجب على كل يمني انه يدافع على المنتج المحلي والاكتفاء الذاتي بامانه بدون اي كلام. جرب يا اخي اشرب العصير الربيع، وجرب اشرب ليدر، حتى اذا كانوا متساويين بالطعم. وانا اثبت لك ان الليدر ثاني، طعمه ثاني، رغم اني ما قد جربته، بس ثاني لانه طبيعي من الشجره للمستهلك. وان كان حتى نفس الطعم، يا اخي شجع منتج بلدك،
شجع الأيدي العاملة داخل مصنع ليدر، شجع الناس يستثمروا ويفعلوا مشاريع محلية وطنية في اليمن. مش تقوم بخست بروحك وتبخس المنتج المحلي وتبخس، وما حد بيصدقك اصلا. حتى الذي بيتابعه والله العظيم كان بيشوف كلامك هكذا، يعني رغم ان في نوع من التدليس قد ينطوي على بعض الناس الجهلة، لكن الانسان الواعي يشوفك ما يصدقش، يقول بالله عليكم العصير الربيع خام، يعني بيدوه من اليمن طوالي من الشجرة لا وصل مصر. كذاب. شركة الربيع بتستورد خام من البرازيل والهند زي ما قلت ودولة غيرها. أما شركة ليدر أدوا قدام عيوننا، وودوا عدة إعلانات بيجي طوالي من الشجرة لا وصل المصنع، من الشجرة للمستهلك. يمني، اللي قطفوه يمنيين، واللي باعوا يمنيين، واللي صنعوا يمنيين، والذي كرتنوا يمنيين، واللي غلفوا يمنيين، والذي وزعوا يمنيين. يستحق التقدير ويستحق الدعم. شيروا هذا المقطع، شيروا يوصل للكبير والصغير. ووجب على كل يمني محترم حتى لو معك 1000 متابع ولا 3000 ولا 2000 متابع انك تشجع منتج وطنك. هذا علمي وسلامتكم.